يعني المجتمع الدولي بين قوسين أمريكا تعهد للفلسطينيين في لبنان فتمت مذبحة صبرا وشتيلة والمخيمات، تعهد لأوكرانيا فتم احتلال أوكرانيا، تعهد للبوسنة فتمت مذبحة سربرنشت. أهلا بكم، أنا حسام جلال ومرحبا بكم في إنحاز فكرة. اتكلمنا في حلقة وقف الإبادة عن الأسباب الحقيقية اللي خلت ترامب يوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، وإن هو مش بيوقفها علشان هو رجل صالح ورجل سلام زي ما كان الأمريكان والعرب المسلمين فاكرين وبيدعموا حملته، ولكن هو بيوقفها لأنه هو راجل صهيوني مخلص لصهيونيته وعايز ينتشل إسرائيل من المأزق اللي هي فيه ويوقف الحرب لحين عمل ترتيبات أخرى، بحيث إنه ممكن بالمفاوضات والسلام والضغوط يقدر يوصل للي ما قدرتش إسرائيل توصل له بالحرب. وده واضح من تصريح نتنياهو الأخير بأن الرئيس ترامب هو أعظم صديق لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض. ترامب خرج علينا بعديها بتصريحاته الخزعبلية المتتالية حوالين تهجير أهل غزة لمصر والأردن، وإن احنا نعمل غزة ريفيرا، كلام الخزعبلي بتاعه ده. المهم ان ترامب في سنة 87 كان ألف كتاب اسمه فن الصفقة أو The Art of the Deal. كتاب فن الصفقة بتاع ترامب بيوضح عقليته التفاوضية التي تعتمد على الابتزاز والضغط، فبالتالي ده يوضح لنا طريقته في الإدلاء بتصريحات ذات سقف عالي علشان يوصل لحل وسط، وفي النهاية الحل الوسط ده هو الحل اللي هو عايزه من البداية. يعني ببساطة ترامب ضرب التصريح بتاع التهجير تصريح سقفه عالي، وهو هدفه الأساسي نزع سلاح المقاومة أو إبعاد حركة حماس عن القطاع. إذا جه التهجير مفيش مشكلة، بس ده الهدف الأساسي. ويظهر ده من تصريحات ستيفن ويتكوف مبعوثه للشرق الأوسط، واللي قال فيها إن المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار تسير بشكل جيد، ولكن المرحلة الثانية هي أكثر تعقيدا لأنها تتضمن إبعاد حركة حماس عن القطاع. يبقى الهدف الأساسي من تصريحات ترامب الخاصة بالتهجير هو إبعاد حركة حماس، خصوصا بعد اصطدامها بالموقف المصري الصلب في موضوع التهجير. والموقف المصري أثار غضب ترامب، وده واضح من لقائه مع الملك حسين لما الملك حسين قال له إن مصر عندها خطة لإعادة الإعمار بدون التهجير. أظهر ترامب امتعاض شديد وضح على الكاميرات. المهم ان التصريحات دي كلها اصطدمت بتصريح واضح وصريح لحركة حماس على لسان أسامة حمدان بأن سلاح المقاومة لن يطرح على التفاوض أو لن يطرح على التفاوض، وإن اللي بده يجي مكان الاحتلال هنتعامل معاه كاحتلال. في ناس ابتدت تقول طيب ايه التعنت ده من حماس؟ المفروض حماس تضحي علشان الشعب الفلسطيني، ايه المشكلة يعني لو تم إبعادهم أو خرجوا من القطاع علشان مصلحة الشعب الفلسطيني؟ هنا يجي الدور المصري الجيد جدا، وهو تقديم حل آخر غير التهجير وغير إبعاد حركة حماس أو سلاح المقاومة عن القطاع، وهو إن احنا هنبعد حماس عن إدارة القطاع. والحل ده من الواضح إنه بتنسيق مع حركة حماس أو في موافقة ضمنية من حماس على هذا الاقتراح، إبعاد حركة حماس مقابل الإعمار وإلغاء فكرة التهجير. الحل ده مصر ترغب بتفويت الفرصة على نتنياهو وترامب في موضوع التهجير. يجي هنا سؤال مهم، هل من مصلحة مصر نزع سلاح المقاومة أو إخراج المقاومة خارج قطاع غزة؟ بالتأكيد الإجابة لا، والإجابة هنا مصدرها الأمن القومي المصري والمصلحة المصرية الخالصة، بعيد عن الدوافع الدينية والإنسانية، وإن كانت هذه الدوافع المفروض تكون دافعنا الأول. أول سبب في ده إن إسرائيل دولة توسعية استعمارية، هي بعد ما هتبتلع قطاع غزة والضفة مفيش بعدها غير سيناء، وخصوصا إنهم بيعتبروا سيناء أرض مقدسة وأرض توراتية. بالتالي حركة المقاومة هي خط الدفاع الأول وشوكة في حلق إسرائيل لازم نحافظ عليها. ومش عايزين ننسى الحملة اللي كانت عاملاها السياسية الإسرائيلية دانييلا فايس، ودي بيلقبوها باسم أم المستوطنين، وهي رئيسة حركة نحالة الاستيطانية ومقربة من الوزير الإسرائيلي سموتريتش ومن حزب الليكود. الست دانييلا فايس كانت عملت حملة ضخمة بعد 7 أكتوبر. الحملة دي كان عنوانها كلها لنا من الفرات
إلى العريش. مفاد الحملة إن الأرض إسرائيل الكبرى من الفرات لحد نهر النيل والعريش في مصر، وكانت بتدعو إلى ده على السوشيال ميديا ومؤتمرات وحوارات. حقيقة إسرائيل الكبرى هي في الفعل حاجة حقيقية، أو هي حقيقة لا يمكن تغييرها، هم بيتعاملوا على أساسها. مش عايزين ننسى إن كتير من الجنود الإسرائيليين موجود على كتفهم بادج إسرائيل الكبرى وخريطتها. مش عايزين ننسى إن سموتريتش من كام شهر كان بيتكلم في فرنسا في خطاب وخريطة لإسرائيل الكبرى موجودة على المنصة. حتى سنة 1990 كان ياسر عرفات الزعيم الفلسطيني اتكلم عن ده، إن في عملة إسرائيلية تقريبا كانت 10 شيكل إن لم تخن الذاكرة موجود عليها خريطة إسرائيل الكبرى. ولما اتكلم في دوا تقريبا كان في جنيف أثار انتقادات وسخرية ومش عارف ايه، لكن الحقيقة إن دي فعلا خريطة إسرائيل الكبرى وموجودة على عملة. تاني سبب في أهمية سلاح المقاومة بالنسبة للأمن القومي المصري هو إنه بيحمي مصر من خطر اقتصادي، وهو خطر إقامة قناة بن جوريون البحرية. قناة بن جوريون هي قناة بحرية إسرائيل عايزة تعملها من شمال خليج العقبة للبحر المتوسط مرورا بشمال قطاع غزة، وفي بعض الآراء بتقول إن القناة دي لازم تبقى في وسط قطاع غزة علشان تقلل مسافة القناة وتقلل التكاليف الباهظة لإقامة القناة التي قد تصل ل 55 مليار دولار. بالتالي القناة البديلة اللي إسرائيل ممكن تضر بيها قناة السويس يقف حجر عثرة في طريقها هو سلاح المقاومة، وده بيحمينا من خطر اقتصادي قد تقيمه إسرائيل إذا أقامت قناة بن جوريون. تاني مشكلة اقتصادية هنواجهها في حالة نزع سلاح المقاومة أو إبعاد حماس عن القطاع الممر الهندي الأوروبي، وده مبادرة بتواجه بها أمريكا، مبادرة الحزام والطريق الصينية. أعلن عنها بايدن شهر قبل 7 أكتوبر وتوقف تماما بسبب 7 أكتوبر، وجدد الكلام فيه ترامب من كام يوم وهو في لقاءاته مع رئيس الوزراء الهندي المتعصب المتطرف مودي. الممر ده عبارة عن ممر بحري وبري هيربط مواني الهند بمواني الإمارات، ومنها عبر السعودية والأردن إلى مواني إسرائيل، ومنها إلى أوروبا. بيضم مواني وسكك حديد وطرق وشحن وطرق للركاب وخطوط غاز ونفط وهيدروجين وألياف ضوئية للاتصالات. مشروع متكامل بيواجهوا بيه الحزام والطريق الصيني. مشكلة الممر ده إنه لوحده أو مع قناة بن جوريون بيمثلوا تهديد ضخم لقناة السويس وإيراداتها وأهميتها. والمشكلة التانية إنه بيزود ازدهار التحالف الإسرائيلي الهندي المزدهر أصلا من ساعة ما مودي وصل للحكم في الهند مع نتنياهو، فهم في تحالف شديد ومزدهر. والشيء بشيء يذكر وزير التجارة والصناعة الهندي كان التقى من كام يوم بوزير التجارة والصناعة الإسرائيلي، وقال في تصريح ليه وزير التجارة الهندي إن قدرات إسرائيل في الأمن والابتكار غير عادية، وإن عملية تفجيرات البيجرز ملهمة، وإن إحنا عايزين نستعين بالخبرات الإسرائيلية في ده. طبعا هو بالنسبة للراجل الهندي مدام تفجيرات البيجرز دي بتقتل المسلمين فتمام، يبقى احنا عايزين من ده. تعصب وتطرف يلتقوا كلاهما في عداء المسلمين. بالتالي في خطورة حقيقية على مصر من نزع سلاح المقاومة، خطورة عسكرية وخطورة اقتصادية. بس يجي هنا مكان لسؤال آخر، وهو طيب لو تم نزع سلاح المقاومة أو خرجت حماس من قطاع غزة، هل ده هيمنع التهجير وهيمنع الإبادة؟ للإجابة على السؤال ده لازم نرجع للتاريخ، وبالتحديد سنة 1982، وهي السنة اللي خرجت فيها منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان إلى تونس عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان. بعد خروج منظمة التحرير والسلاح اللي بيحمي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تمت مباشرة مذبحة صبرا وشتيلة على إيد الكتائب اللبنانية وتحت حماية الجيش الإسرائيلي، على الرغم من التعهدات الأمريكية عن طريق مبعوثهم فيليب حبيب بأن لن يمس أحد للمدنيين الفلسطينيين اللي كانوا يقدروا تقريبا 200-300 ألف في لبنان إذا تم إخراج منظمة التحرير بسلاحها. بل إن نتيجة خروج مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية بسلاحهم من لبنان إلى تونس أدى إلى حدوث مجزرة أخرى أسوأ من مجزرة صبرا وشتيلة، وهي مجزرة حرب المخيمات، واللي قامت بيها حركة أمل اللبنانية بدعم من حافظ الأسد من سنة 85 لحد 88 تقريبا.
بهدف سيطرة حركة أمل على المناطق الشيعية، ورغبة حافظ الأسد في احتواء الفصائل الفلسطينية ومعاداته للفصائل الفلسطينية الموالية لياسر عرفات. وبالمناسبة حافظ الأسد هو كان دائم التحرش بالفصائل الفلسطينية، وكأنه بيقوم بدور إسرائيل في القضاء عليها أو معاداتها، لدرجة إن في السبعينات كان حصل تحرش كبير بيهم في لبنان عن طريق حافظ الأسد، أدى إلى إن الرئيس السادات على ما أتذكر هدد بإرسال أسطول من مصر لحماية الفدائيين الفلسطينيين في لبنان. ومن هنا هنلاحظ إن الفلسطينيين عمرهم ما اتقتلوا بإيد مصرية، في حين إنهم كانوا بيتعرضوا دائما في دول الطوق سواء لبنان أو في سوريا أو في الأردن في أيلول الأسود إلى اعتداءات من هذه الدول. نروح لدرس آخر من دروس التاريخ، والمرة دي هيكون من أوكرانيا ونزع سلاحها النووي. أوكرانيا كانت دولة نووية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وفي سنة 94 أقنعتها أمريكا بنزع سلاحها النووي مقابل تعهدات بحماية أمنها واقتصادها وحمايتها من العدوان وعدم وجود ضغوط اقتصادية عليها. وتمت اتفاقية بودابست سنة 94 بين أمريكا وأوكرانيا وبريطانيا وروسيا بهذا الصدد، والنتيجة زي ما احنا شايفين، لا تم حفظ أمنها ولا اقتصادها ولا ثرواتها، وترامب دلوقتي هيقعد في السعودية علشان يقسم ثرواتها مع بوتين، وده كان بسبب موافقة أوكرانيا على نزع سلاحها النووي. درس آخر من التاريخ بخصوص تسليم أو نزع سلاح المقاومة، المرة دي من البوسنة والهرسك. كلنا عارفين حرب البوسنة واللي كانت ما بين البوسنة والهرسك والصرب بعد إعلان البوسنة استقلالها من الاتحاد اليوغوسلافي سنة 92. المجتمع الدولي أقنع البوسنيين بتسليم سلاحهم وإنه هيحميهم من الصرب، وأعلنت الأمم المتحدة 8 مناطق آمنة، واطمن البوسنيين لتعهدات المجتمع الدولي. ولكن الصرب استمروا في اعتداءاتهم المتتالية بذريعة أن البوسنة سلموا السلاح القديم، لكن السلاح الجديد ما زال معاهم. ورغم إعلان مناطق آمنة منها سربرنيتشا، لجأ ليها البوسنيون وإلى قوات الأمم المتحدة الهولندية. راحت قوات الأمم المتحدة الهولندية سلمتهم للصرب، وتم قتل 8000 طفل ورجل وامرأة بدم بارد في مذبحة سربرنيتشا التي تعتبر أسوأ مذبحة بعد الحرب العالمية الثانية، وده بسبب إن البوسنيون سلموا سلاحهم وتم نزع سلاحهم من المجتمع الدولي. يعني المجتمع الدولي بين قوسين أمريكا تعهد للفلسطينيين في لبنان فتمت مذبحة صبرا وشتيلة والمخيمات، تعهد لأوكرانيا فتم احتلال أوكرانيا، تعهد للبوسنة فتمت مذبحة سربرنيشتا. كل دي دروس من التاريخ بتؤكد أن تسليم السلاح لاتقاء الإبادة لن يحدث، سيتم تسليم السلاح وستتم الإبادة، لأن المحتل مش هيقبل أن أنت تحني راسك، هو لا يقبل إلا بقطع رأسك. بالتالي الرصاصة لازم تبقى في جيبك، والحمد لله إن احنا في مصر بنعمل ده بشكل جيد جدا عسكريا الآن. وفي النهاية كسر شوكة المقاومة أو نزع سلاحها لا يصب في مصلحة مصر، ومصلحة مصر الاقتصادية والعسكرية والسياسية أن تظل المقاومة موجودة وقوية في غزة وألا يتم نزع سلاحها. وربنا يحفظ مصر ويحفظ جيشها وينصرنا على الأعادي. السلام عليكم.